قصص رعب حقيقية عن الجن في مصر. الجزء الأول. قصة الملاعق اللي بتختفي لوحدها. في واحدة ست من الجيزة كانت عايشة لوحدها في شقة صغيرة. كل شوية تلاقي الملاعق بتقل. راحت جابت طقم جديد، وبعد كام يوم الملاعق اختفت تاني. جابت كاميرا مراقبة عشان تفهم. تتخيل ايه؟ شافت الملعقة بتتحرك لوحدها وتقع من الدرج وتنزلق تحت التلاجة. جابت شيخ يقرأ قرآن في البيت، ومن ساعتها كل حاجة رجعت طبيعية. بس هي لحد النهاردة بتقول أنا مش مرتاحة، في حد مش شايفاه عايش معايا. فاي. شقة العفريت في المنيل. فيه 3 صحاب قرروا يأجروا شقة في المنيل، كانت رخيصة قوي، بس الجيران قالوا لهم محدش قدر يعيش فيها أكتر من شهر. قالوا إحنا رجالة وما بنخافش. من أول أسبوع بدأوا يسمعوا صوت مشي في الصالة بالليل، وكل يوم عن التاني الأصوات كانت بتزيد. واحد منهم كان نايم، صحي لقى واحد قاعد على كرسي في الصالة مش باين وشه. هربوا تاني يوم وما رجعوش، والشقة لحد دلوقتي فاضية. التلفزيون اللي بيشتغل لوحده. واحدة ست كبيرة عايشة في الشرابية بتحلف إن التلفزيون عندها بيشتغل من نفسه على فجر ويقلم على قناة مش موجودة أساساً. صوت ست بتضحك بصوت غريب وكل يوم نفس الضحكة. جابت ابنها يبات معاها وهو كمان سمعها، بس لما حاولوا يصوروا التلفزيون اشتغل وولع فيهم اللمبة. لو عجبكم الفيديو ده وعاوزين أجزاء جديدة اكتبوا لنا في الكومنتات، واعملوا لايك للفيديو وشيروه في كل حتة، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من مملكة الرعب.